يعد القرآن الكريم أعظم معجزة لغوية وبيانية، وقد تجلى إعجازه في أدق التفاصيل اللفظية والعددية. ومن مظاهر هذا الإعجاز ما يتعلق بطريقة جمع كلمة سنبلة في موضعين مختلفين من القرآن، في سورة البقرة وسورة يوسف، حيث يظهر التناسق الدقيق بين اللفظ والمعنى والسياق. وردت كلمة سنبلة في سورة البقرة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. في هذه الآية استعمل جمع الكثرة سنابل، وذلك لأن الآية تتحدث عن مضاعفة الأجر والثواب لمن ينفق في سبيل الله، فالمقام هنا مقام تكثير وبركة، فجاء الجمع الدال على الكثرة ليعبر عن وفرة الثواب وتضاعفه. أما في سورة يوسف فقد وردت الكلمة في سياق رؤيا الملك التي فسرها يوسف عليه السلام في قوله تعالى: و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وجاء الجمع هنا بصيغة سنبلات، وهو جمع يدل على عدد محدود، لأن الحديث مرتبط بعدد معين هو 7 سنبلات في رؤيا محددة تفسر سنوات الخصب، لذلك جاء الجمع مناسبا لسياق العدد المحدد. ومن خلال المقارنة بين الموضعين يظهر جانب من الإعجاز البياني في القرآن الكريم، حيث أن اختلاف صيغة الجمع لم يكن عشوائيا، بل جاء منسجما مع المعنى المقصود في كل سياق. ففي سورة البقرة جاء الجمع الدال على الكثرة ليعبر عن تضاعف الأجر، بينما في سورة يوسف جاء الجمع المناسب للعدد المحدد في الرؤيا. وهكذا يتجلى إعجاز القرآن في دقة اختيار الألفاظ وتوافقها مع المعاني والسياقات، مما يدل على أن هذا الكتاب العظيم كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتبقى هذه اللمسات البيانية شاهدا على عظمة القرآن وبلاغته التي تعجز البشرية عن الإتيان بمثلها.